السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض تفريز البسلة بالجزر. بصوا كده، طريقة ان شاء الله تعجبكم وسهلة وبسيطة. كده عندنا البسلة مغسولة كويس والجزر مغسول كويس، بس لازم ننشفهم حلو ميبقاش فيهم مية نهائي. بص كده، بصوا كده لازم يكون البسلة مفيهاش مية خالص، نكون منشفينها بمناديل مطبخ حلوة قوي، والجزر برضو نفس الكلام. هنا بقى هنجيب الاكياس بتاعتنا، كده هننزل بالبسلة كده هننزل بالجزر عليها كده. كده بقى نخرج منه الهواء. هنا هنجيب ورق فويل هنتنيه كده، هنحطه فوق الكيس، هنخرج اي هوا بس في الكيس الاول كده، هنحطه فوق الورق الفويل. الطريقه دي حلوه قوي، وكان يكون عندنا مكوه سخنه عشان تقفل لنا الكيس بتاعنا. بصوا كده، ندوس كويس قوي كده بالطريقه دي. سوا ايه رايك؟ بصي كده الكيس معانا عامل ازاي، مفيش حاجه نازله اهي، كده يكون الهواء خرج منه. بصوا الطريقه دي حلوه بجد، جربيها حلوه. بص اهي مفيش حاجه خالص مفتوحه من الكيس. وكده بيكون الطبق جاهز معانا. هنا برضو هننزل بالبسلة، هنعمل نفس الطريقة، ننزل بالبسلة كده الطريقة دي كده، ننزل بيها كده. هنا هننزل بالجزر كده، هنا برضو هنطلع الهواء كده. هنا نحط الورق الفويل، نقفل كويس برضو يكون المكوة سخنة. ندوس كويس كده، برضو الكيس اتقفل كويس. بصوا كده الطريقه دي حلوه قوي. بصوا هنحطها كده هنا في الطبق
كده بيكون جاهز معانا. ايه رأيكم يا حبايبي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.